وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا الدروس المتتابعة وعنوانها الحج في القرآن الكريم، وقد مضى الحديث عن بناء البيت، ولقاء اليوم عنوانه فضل البيت العتيق وشرفه. فضل البيت العتيق وشرفه. تحدثنا كيف من الله عز وجل على الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام بأن جعل الله لهما شرف رفع القواعد من البيت، وهذه من المنن والعطايا والمنح الإلهية التي أتاها الله عز وجل ذلكم النبي الصالح والعبد المجتبى، وهو خليل الله إبراهيم والد وأبو نبينا صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن للآيات التي وردت تبين عظمة البيت، تبين شرفه، تبين موئله. أعظم ذلك على الإطلاق أن الله أضافه إليه: وطهر بيتي. وما جعل الله عز وجل في القلوب هذه المحبة للبيت والشوق إليه إلا لأن الله عز وجل أضافه إليه، فهو بيت الله بلا مراء بلا جدال. فنبدأ بالآية الأولى. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إلى هنا نقف، لأن التي بعدها تكلم عن الفرض، هذا سيأتي. يقول رب العزة في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس. وضع للعبادة. وضع لماذا؟ للعبادة لا للسكنة. إن أول بيت وضع للناس للذي، المعنى للبيت الذي ببكة. بكة اختلف في المراد منها. لماذا اختلف؟ بعضهم يقول إن بكة اسم من أسماء مكة ولا فرق، ولا فرق، إن قلنا بكة فهي مكة، وإن قلنا مكة فهي بكة. ويقولون إن العرب، وهذا حق حفظ عنها، أنها تجعل الباء والميم لقرب المخرج متلازمين، بمعنى أحيانا يجعلون الميم بدلا من الباء والباء بدلا من الميم، وهذا محفوظ في كلامهم. قال النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل وقاسيه بطيء الكواكب، إلى أن قال: ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب. هذا البيت: ولا يحسبون الشر ضربة لازب، والمعنى ولا يحسبون الشر ضربة لازم. ويريد أن يمدحهم فقال: هم قوم، معنى البيت قوم إذا عاشوا في الخير يعلمون سيكون وراءهم شدة، وإن جاءتهم شدة وشر علموا أنها لا تبقى وأن وراءها خير. ولا يحسبون الشر ضربة لازب، أي ليست باقية مستمرة، فالباء بدلا من الميم. فهذا الذي حمل من قال من العلماء على أن بكة هي المراد به مكة، هذا قول. قال آخرون إن المراد بمكة مكة المعروفة، وأما بالباء فالمراد الموضع الذي بني عليه البيت. المراد الموضع الذي بني عليه البيت، وهذا عندي والعلم عند الله أقرب، لكن لا نملك دليلا صريحا على الترجيح وإلا جزمنا به. قال رب العزة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وهو مبارك من كل وجه، من كل وجه. لم يشرع الله الطواف إلا به، والحج إليه يذهب السيئات كما سيأتي، وهو موطن إجابة الدعاء. كل خير يمكن تصوره تجده عند البيت. وهو أول بيت وضع في الأرض للعبادة. إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا. أنبياء الله على شرفهم على قدرهم قدموا إليه زرافات ووحدان يحجون إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق خرج منها هنا من المدينة محرما معظما للبيت. والله عز وجل جعل جزيرة العرب حرما لمكة، وجعل مكة حرما للمسجد الحرام، وجعل المسجد الحرام حرما للكعبة للبيت. أعيد:
جعل الله جزيرة العرب حرما لمكة، وجعل مكة حرما للمسجد الحرام، المسجد المحاط بالبيت، وجعل المسجد الحرام حرما لماذا؟ لبيته العتيق. وتعبد الله الخلائق لا يأتون إلى بيته إذا أرادوا حجا أو عمرة إلا محرمين متخلصين من أبهات الدنيا، وجعل المواقيت كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. والمقصود هذا مما يدل على قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. ثم قال: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقول الله عز وجل فيه آيات مفرد أو مثنى أو جمع؟ جمع. مفرد أو مثنى أو جمع. فلذلك اختلفوا هل مقام إبراهيم ومن دخله آمنا بيان للآيات أو غير بيان للآيات. إن كانت بيانا للآيات يعني تفصيل ما هي الآيات، مفترض تكون أكثر من اثنين، لأن الله قال فيه آيات ولم يذكر بعدها إلا اثنتين. اختلف العلماء في التخريج، لكن شواهد كلام العرب فيما بعد كقول جرير: والبيت يعني لا حاجة لذكره أدبا لا يصلح، لكن معناه أن الإنسان أحيانا يذكر الثلثين ويسكت عن الثلث، فقاسوا كلام الله على أنه لغة العرب ما جاء به جرير بعد ذلك. المقصود قال رب العزة فيه آيات بينات، من تلكم الآيات مقام إبراهيم. والجمهور على أن المراد بمقام إبراهيم تلك الصخرة التي قدمت لإبراهيم لما ارتفع البناء فاعتلى عليها، وكانت تدور معه، بمعنى أنها تحمل جانب الشرقي الغربي شمال جنوب في كل أحواله. وقد كانت فيما رجح كثير من العلماء كان مقام إبراهيم ملتصقا بالبيت، وأخره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الموضع الذي هو فيه اليوم. وكان إلى عهد الملك فيصل رحمه الله كان مقام إبراهيم على هيئة قبة، ثم عقد مؤتمر لرابطة العالم الإسلامي علماء المسلمين وأجمعوا على إزالة القبة، كانت تحول بين الناس وبين الطواف، ثم صنع له المكان الموجود الآن المعروف المغطى به مقام إبراهيم. وقد كانت قريش تعلم هذا كما جاء في لامية أبي طالب، وكان هذه الصخرة باقية يتوارثها الناس تبقى عند البيت كما سيأتي إن شاء الله. فقال الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ثم قال رب العزة: ومن دخله كان آمنا. والمعنى على الصحيح إن شاء الله: أمنوا من دخله. خبر يراد به الإنشاء، الكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. أحيانا الخبر يراد به الإنشاء، الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر، لكن المراد به الإنشاء يعني الأمر. فقول الله عز وجل هنا: ومن دخله كان آمنا، هو وإن كان إخبارا بأمر وقع أيام قريش، إلا أن فيه أمرا بأن من دخل البيت يؤمن. يأتي هنا، ولا أدري هذا الاستطراد هو الآن مناسب أو لا، لكن ما صنعه أبو طاهر القرمطي، الله عز وجل حمى بيته من أبرهة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا ذكره القرآن، شيء مشاع معروف. لكن يشكل أن أبا طاهر القرمطي قدم من البحرين، من هجر، من الأحساء حاليا، قرامطة قوم باطنيون يظهرون ما لا يبطنون، فجاءوا إلى المسلمين في عام 317 أوائل القرن الرابع، والمسلمون في يوم التروية دخلوا على حجاج بيت الله الحرام، سفكوا الدماء وألقوا الجثث في زمزم، ثم جاءوا للبيت، حاولوا أن يقتلعوا الميزاب لم يستطيعوا، نزعوا الحجر الأسود ومكث عندهم قرابة 22 عاما إلا أيام، وكان مكان البيت أجوف، يعني مكان الحجر أجوف، فكان الناس يضعون يدهم في نفس تجويفة البيت إذا طافوا أكثر من 20 عاما ليمضي قدر الله. هؤلاء القرامطة لما صنعوا ما صنعوا قال قائلهم عياذا بالله: لو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا، لأننا حججنا حجة جاهلية محللة لم تبق شرقا ولا غربا، وأنا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبغي سوى ربها ربا.
معنى الأبيات واضح. هم يقولون تزعمون أن هذا البيت بيت الله، فلو كان هذا البيت كما تزعمون بيت الله حقا لصب الله علينا النار، لأن الذين حول البيت لا يعبدون إلا الله، ونحن صنعنا بهم الأفاعيل وقلعنا الحجر وكدنا أن نأخذ الميزاب. مقام إبراهيم أخذه السدنة وأدخلوه دورهم حتى لا يتسلط عليه القرامطة، لكنهم لم يستطيعوا أن يأخذوا الحجر فأخذه القرامطة معهم. الله له حكمة بالغة قد يعرفها البعض وقد يجهلها البعض وقد يجهلها الكل. لما صد الله أبرهة عظم شأن قريش، فجعل الله خاتم الأنبياء من قريش لتكون الناس له تبعا، وهؤلاء بين الله عز وجل لهم ما صنعوا. عاد الحجر بعد ذلك. كان ذلك في زمن الدولة العباسية، ضعف السلطان، العاصمة كانت بغداد، كان هناك ثورات شغل بها الخليفة والجيش، لم تكن الدولة العباسية آنذاك بتلك القوة، فصنع القرامطة ما صنعوا. إذن يفقه الإنسان ديانة كلما اجتمع حال الرعية مع الراعي والمسلمون مع ولاة أمرهم واتحدوا وكان الناس عضدا لولي أمرهم قوي سلطانه، فإذا قوي سلطانه هابت الأعداء دولته، فإذا هابت الأعداء دولته لا تتسلط على بلده. فالنصح لولي الأمر والسمع والطاعة له في غير معصية الله، والبعد عن الإرجاف في القول وعن إصغاء السمع للأراجيف، والدعاء لولي الأمر بالتوفيق وبالنصر وبالتأييد وتأييده فيما يوفقه الله عز وجل له من العمل، كل ذلك تقوية للبلاد والعباد حتى لا يتسلط عليهم الأعداء. كما هؤلاء القرامطة يدخلون بيت الله فلا يجدون أحدا يذود عن البيت ويفعلون الأفاعيل به. هذا من باب قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. قال الله عز وجل في سورة أخرى يبين عظمة البيت، قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة البيت الحرام، الكعبة هي البيت الحرام، جعلها الله عز وجل قياما للناس، لأن قيام أمر الآخرة لا يكون إلا بكلمة واحدة. قيام أمر الآخرة محال أن يكون إلا بكلمة واحدة، بالتوحيد، لا يكون إلا بالتوحيد. والله قال لعبده وخليله إبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا. فالبيت أعظم موئل للتوحيد، أعظم موئل للتوحيد. هذا قيام الآخرة. وقيام الدنيا أن الله عز وجل كتب أن الناس يفدون إلى بيته العتيق فيلتقون معشر المسلمين فيه، فيكون بينهم من مصالح الدنيا ما تقوم به أحوالهم، ويمكن أن تبني عليه كل مصلحة دنيوية تحت عموم قول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا. الشهر الحرام العرب كان ليس لهم قوت إلا من الغارات، يغير بعضهم على بعض، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، فاصطلحوا على أشهر حرم يحرمون فيها القتال. كانوا يحجون فجاءوا للحج، الحج في أي شهر؟ في ذي الحجة، فجعلوا قبله شهرا وبعده شهرا، فقبل شهر الحجة شهر ذي القعدة فجعلوه شهرا حراما، وبعد ذي الحجة شهر الله المحرم فجعلوه شهرا حراما، فأصبحوا يأمنون قبل الحج بشهر وبعد الحج بشهر. هذه كم؟ 3. مضر من العرب، العرب العدنانيون ينقسمون في آخر الأمر إلى ربيعة ومضر. المضريون سنوا رجبا لأن العمرة كانت العرب أكثر ما يعتمرون في رجب، فجعلوا رجبا شهرا حراما حتى يعتمروا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 سرد، وقال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال: ورجب مضر، أضافه إلى مضر لأن مضر هي التي سنته، كانوا يعتمرون فيه، يسمونه رجب الأصم. رجب الأصم. لما سموه رجب الأصم؟
مو معقول إنه رجب شهر لا وصل لا يتكلم حتى يسمع. لا تسمع فيه صلصلة الحديد. هم قوم حرب طوال دهرهم، إما يعدون سيوفهم أو رماحهم، فكان إذا دخل شهر رجب ينزعون النصل من الرمح، فيصبح إذا اتكى على الرمح لا تسمع صوت الحديد لأنه نزع، لأنهم يأمنون في شهر رجب. قال الله هنا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. كذلك جاء في فضل الكعبة أحاديث قد يكون في سندها مقال، لكن من حيث القوة يقوي بعضها بعضا، وعليه فتوى المسلمين أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. لكنهم اختلفوا أي العلماء هل الصلاة في المسجد أو في الحرم كله، يعني في مكة كلها، حرم من مكة. ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الصلاة في أي بقعة من الحرم، أقصد بالحرم مكة كاملة يعني دون الحل، بأنها مثل الصلاة عند مسجد الكعبة، عند مسجد الكعبة. مسجد الكعبة هو المسجد الحرام، البناء الذي يطوف بالكعبة. ولما نقول مكة الحرم يعني الحرم كاملا، يعني كل مكة، أي مسجد أو أي بقعة في مكة. فذهب الجمهور، قواه ابن تيمية، ابن القيم، الشيخ بن باز، قول الأئمة الثلاثة من قبل، على أن الصلاة ب100,000 في أي بقعة من مكة. وذهب النووي في أحد قوليه، وبعض الحنابلة وبعض المتأخرين من الحنابلة، على أن أجر 100,000 خاص بمسجد الكعبة. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن الصلاة في مكة كلها مع عرفة من الحل بالاتفاق، لكن ابن حزم أدخل الصلاة في مكة في عرفة ب100,000، قرنها بالحرم، وهذا قول بعيد لكنه موجود واضح الآن. وبعض العلماء يقول 100,000 في الكعبة نفسها داخل الكعبة ليست في المسجد، لكن هذا أبعد يعني. لكن الآن الخلاف القوي ما بين من يقول بأن 100,000 في جميع حرم مكة، ومن يقول في مسجد الكعبة. والحق ولا يغضب أحد أن أقرب إلى النفس أن يقال إن 100,000 في المسجد المحيط بالسور المحيط بالكعبة، حمله على حرم مكة، وإن قال به أجلاء العلماء قديما وحديثا، قول الجمهور، قول ابن تيمية، قول ابن القيم، قول الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع، لكن الأدلة التي ذكروها لا تقوى على القول بأن 100,000 صلاة عامة، والعلم عند الله. لكن ليس المقام الآن قضية ترجيح أو قول، والناس في سعة من هذا وخير لهم أن يصلوا، لكن نقصد نحن الآن خلاف العلماء في المسألة. نأتي الآن الصلاة داخل الكعبة. ذهب بن سعدي رحمه الله العلامة الجليل إلى أن ما ذكره بعض أهل العلم من قضية أن الصلاة في الكعبة تختلف أو على ظهر الكعبة لا تجوز، لا يوجد عليه دليل. الشافعي رحمه الله يقول: إن صلى داخل الكعبة واستقبل أحد حيطانها صحت الصلاة، وإن كان باب الكعبة مفتوحا وصلى جهة الباب فلا صلاة له، لأنه لا يستقبل شيئا. هذا رأي من؟ الشافعي. ويقول: من صلى في سقفها يعني فوق سطحها فلا صلاة له، لأنه لا يستقبل شيئا. واضح؟ مالك رحمه الله، بعض المالكية يرى أن الصلاة تجوز، لكن لا يصلى فيها فرض ولا سنة راتبة، يصلى فيها تطوع. وما قاله هذان العالمان الإمامان الشهيران يحفظ لهما مكانته ما جابته، لكن لا دليل عليه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها. ومن يفرق ما بين الفرض والتطوع هو الذي يحتاج إلى دليل. هذا بعض ما يمكن أن يقال حول شرف وفضل البيت العتيق، بلغنا الله وإياكم إياه، والعلم عند الله. وصلى الله على محمد وآله، الحمد لله رب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق